بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله؟ كل سنة وانتم طيبين. دخلنا كده احنا في الشهر الكريم، عايزين بقى نعمل القطايف بتاعتنا في بيتنا بايدينا كده اهوت. بصوا حبايبي، المقادير بتاعتها ايه؟ كوبايتين 2 دقيق ماشي، قصادهم كوبايتين الا ربع ميه، ده تحت الطلب. يعني لو الدقيق بتاعي احتاج ميه تاني اكمل بسيط 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 كده عشان العجينه تبقى كويسه معي ماشي. بس الميتين دول الميه دي فتره عشان الخميره ما تبص، يعني لا هي سخنه ولا هي بارده، حاجه فتره كده بسيط كده خلاص. ومعانا هنا معلقه واحده بس خميره فوريه، ما نزودش خلاص. ومعلقه واحده سكر وربع معلقه ملح، معلقه الشاي كده ربعها ملح بس، زي ما بيقولوا دي السنه يعني خلاص. فانا دلوقتي هضربهم كلهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي، احنا دلوقتي كده ضربناها في الخلاط، فلازم نصفيها علشان برضو اي كلاكيع فيها هتبقى غلط. بسم الله ما شاء الله، اهو بظهر ايدينا اهو. هي واضح ان هي تخينه شويه. خلاص كده اهو، الحمد لله تمت على خير. خلاص هنبتدي بقى نسيبها حوالي كده نص ساعه علشان تخمر وتبقى العجينه معانا ناجحه. اللايك متنسوش، اللايك يا جماعه، والاشتراك يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. اللايك يا حبايبي والاشتراك. يلا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده معانا بقت 100 وعجينه ناجحه خالص اهي. هنسيبها بقى مده نص ساعه ونغطيها ونرجع لكم تاني بقى واحنا بنسويها مع بعض. ايوه حبايبي، هي دلوقتي خمرت. احنا سيبناها ساعه، مش هنقول نص ساعه ماشي. لازم دي نحط الدهنه الاولى بس شويه زيت بسيطه كده اهو. على فكره انا عشان متوفر عندي الطاسه الكبيره بتاعت الكريب دي، لكن انت ممكن تعمليها في طاسه تيفال خلاص اهو. هي مره واحده، مش هنحط زيت تاني. بصوا بقى بصوا يا حبايبي، اهي دلوقتي خمرت. بصوا بقت خمرت وبقت عاليه جامد ازاي، يعني احنا سيبناها حوالي ساعه. انا بقى هقلبها، انا عايزه افضي ايدي من الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبها كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تخنت تخينه اهي، خمرت يعني. وكل ما تقللي من الخميره بيكون احسن. ما تزوديش تقولي بقى عشان هتنفش وكده، لا انت كده بتضيعيها منك. بس كده كفايه. انا طبعا حطاها في حاجه بيبوظ علشان خاطر اصب بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجم اللي انا عايزاه هو ده، حلو كده. شايفين الفقاقيع دي؟ اللي جت في الجنب دي مش مشكله، مش مشكله. بس كده. انا عشان دي متوفره عندي، لكن اللي ما عندوش هي طاسه تيفال كده. نستنى بقى شويه لغايه، بصوا دي قربت ازاي، لغايه ما الفقاقيع دي كلها تقف، يبقى هي كده خلاص كده. انا دي جت في الجنب تولت ازاي مني، انا مش هحط في الجنب تاني. لسه شويه، لسه شويه. ونهدي النار عليها، ما نزودهاش. دي اول واحده يعتبر. بصوا بتنشف الفقاقيع ازاي. انا مش عايزه حته ان هي تتلسع من تحت، عشان كده انا مهديه النار عليها. الفقاقيع دي معناها ان هي نجحت، العجينه نجحت.
اول ما استوت ووقفت اهي نبتدي بقى ان احنا ايه نشيلها. لا نية شوية، نسيبها شوية كمان. خلاص دي كمان اهي نية شوية، نسيبها شوية كمان. ليه مضايقاني؟ عشان جت على الجنب، مش هسوي من الجنب تاني، مش هحط من الجنب تاني، هحط في الوسط. خلاص انا برضو موطية النار، انا مش عايزاها تتشعوط مني، انا موطية النار عليها جامد بهدوء خالص كده اهو، تستوي براحتها وتبقى من تحت اللون اللي هو النحاسي ده، ما تتحرقش مني. لا لسه برضو لسه. كلهم جنب بعض، وبكون انا مجهزه جنبي هنا فوطه على صينيه عشان اطلعها احطها عليه، وبعدين ما نغطيهاش خالص فتره طويله لغايه ما تتهوى وتبقى طريه وتبقى بردت كده. بعد كده نشيلها بقى زي ما هنشيلها. هتعمليها دلوقتي، هتحشيها دلوقتي احشيها، هتشيلها في الفريزر شيليها. لسه شويه برضو نشوف كده من هنا. بصوا يا جماعه اللون ده كويس. خلاص برضو اللون خلاص خدت معايا اللون البني ده. حطها على حاجه كده ايه على الفوطه اهو يا جماعه، مغطاهاش خالص عشان ما تعجنش مني. شايفين اللون اهو، ده كده جميل قوي رضا كده. يبقى العجينه بتاعتنا ايه نجحت. خلاص هنكمل الكميه بقى وارجع لكم تاني يا حبايبي. احنا خلاص سويناها معاكم اهو زي ما انتوا شايفين. من كوبايتين 2 دقيق حطينا عليهم كوبايتين الا ربع ميه، وما زودناش بعد كده. خلاص ومعلقه الخميره معلقه واحده، ما تزودوش عن كده، وربع معلقه بمعلقه الشاي كده ربع معلقه ملح ومعلقه سكر، وضربناهم مع بعض في الخلاط كلهم واستنينا عليها بتاع نص ساعه. بس انا زودت النص كمان بقت ساعه، ادتني عجينه متخمره زي الفل. خلاص وادينا عملنا بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه جميله ازاي، بصوا اهو، بصوا طريه ازاي اهو قدامكم اهو، ولا هي ناشفه ولا حاجه، زي الفل اهي. وعملناها ببيتنا من كوبايتين 2 دقيق، حوالي نص كيلو دقيق عملوا لنا حوالي 2 كيلو هم، لان انا حطاها فوق بعض مش بالشكل كده، لا ده في تحت كتير. ماشي عملنا منها حوالي 2 كيلو قطايف زي الفل اهي. بصوا طريه ازاي وجميله ازاي، بصوا زي الملبن في ايديا اهي، بصوا شايفين اهي زي الفل اهي. عملنا كل حاجه ببيتنا بايدينا ونظافتنا بايدينا، وكل حاجه نقدر نعملها، مفيش حاجه الست ما تقدرش تعملها. حطي الحاجه في دماغك وتوكلك على الله هتعمليها واحسن من مصنعها. خلاص احنا قدامنا اهي. فانا دلوقتي بعد ما وريتها لكم كده في شويه هخزنهم، هحطهم في علبه في الفريزر بالمكسرات، وهشيل شويه تاني ممكن نعملهم حادق يعني بالجبنه، ممكن باللحمه المفرومه، وبنرجع نحمرهم زي السمبوسه كده يعني. خلاص وفي بالقشطه برضو، يعني كل ولادي ما يعوزوا نوع انا هطلع منها وتفك واعملها لهم. خلاص يلا كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوناش بقى في اللايك يا جماعه عشان اللايك مهم. رمضان كريم. ما تنسوناش في الاشتراك. الله يا رب يبارك لكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟